السلام عليكم متابعيني على قناة بيسو. اليوم راح نحكي عن الطريقة اللي نقدر نفوز فيها على المنتخب التونسي العريق المصنف 40 عالميا. منتخبنا السوري بحاجة لنقطة بالمباراة الأولى بكأس العرب أو 3 نقاط والفوز وندخل على المباراة الثانية لمواجهة قطر نحن عنا 3 نقاط أو نقطة. طبعا الكل بيعرف انه منتخب تونس منتخب من فترة قصيرة تعادل مع منتخب البرازيل العريق، ومنتخبنا داخل بطولة كأس العرب يحقق نتيجة إيجابية يسعد فيها الجماهير السورية. طبعا اليوم راح نحكي عن الطريقة بنظري الشخصي اللي نقدر نفوز فيها على المنتخب التونسي أو نتعادل فيها. طبعا قبل ما نبلش فيديو لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في القناة لحتى نبدأ ونبلش نحكي عن الطريقة هاي. متابعينا الكرام، منتخبنا السوري معروف بروحه القتالية والحماسية بالمباريات، ولكن يفتقد الخبرة الدولية مثل منتخب تونس، والطريقة لحتى نقدر نفوز فيها على المنتخب التونسي انه نلعب فيها بخطة متوازنة بين الدفاع والهجوم، لا انها تكون خطة دفاعية بحتة ولا انها تكون خطة هجومية بحتة. يعني إذا بدنا نحقق نتيجة إيجابية على المنتخب التونسي لازم نحاول نسجل هدف بالدقائق الأولى لحتى نلعب المباراة نحن مرتاحين متقدمين عليهم بهدف، ولحتى يكون عندنا المساحات بمنتخب تونس بالمساحات بالمنطقة الخلفية ونقدر نسيطر فيها على المباراة. طبعا المنتخب السوري بغيابات أبرزها لبابلو صباغ المحترف في الدوري الكوري ومحمد عثمان وأيضا عمر سومة وبقية اللاعبين، يفتقد المنتخب السوري لأبرز مهاجميه وأبرز لاعبي خط الوسط والمدافعين أيضا، ولكن هو قادر يحقق نتيجة إيجابية أمام المنتخب التونسي. راح تقولوا لي كيف؟ طبعا المنتخب السوري إذا لعب مباراة تونس مثل ما لعبها بالنسخة الماضية لكأس العرب قادر أنه يحصد أقل الإيمان نقطة التعادل من المنتخب التونسي، لأنه المنتخب السوري حاليا يملك أجنحة، يعني محمد الحلاق محمد الحلاق والصلخدي وعندنا محمود الأسود، لاعبين شباب قادرين أنه يساووا شيء لهالمنتخب، يعني يحققوا نتيجة إيجابية. فأنا بنظر الشخصي إذا المنتخب السوري بده يفوز بالمباراة أو يتعادل لازم يحاول يسجل هدف بالدقائق الأولى، وبعدين نشوف كيف راح تكون مجرى المباراة. أكيد المنتخب التونسي راح يحاول يضغط على منتخبنا السوري ويحاول يحقق التعادل أو يحاول يضغط لحتى يجيب هدف مبكر، فلذلك لازم احنا نكون متوازيين بخط الدفاع وخط المقدمة ونحاول نسجل هدف بالدقائق الأولى. طبعا منتخبنا السوري داخل على المباراة الأولى لمنتخب تونس لحتى يحقق نتيجة إيجابية، لأنه إذا فزنا على المنتخب التونسي أو حققنا نتيجة التعادل راح يكون مشوارنا سهل، كونه أنه المنتخب الفلسطيني نحن قادرين نفوز عليه، والمنتخب القطري نقدر نحقق منه نقطة أيضا ونتأهل كثاني المجموعة. فهي هي الطريقة بنظري اللي نقدر نفوز فيها أو نتعادل فيها على المنتخب التونسي. وأنتوا يا شباب اكتبوا لنا بالتعليقات شو هي الطريقة اللي نقدر فيها نحقق نتيجة إيجابية أمام منتخب تونس.